السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن سهم البنك التجاري الدولي. طبعا سهم البنك التجاري الدولي من أقوى الأسهم في قطاع البنوك، خاصة إن هو بيمتلك حصة قدرها يعني تزيد عن 25% من حجم السوق كإجمالي. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا عند المناطق السعرية اللي السهم وصل ليها. احنا بنقول هنا ان السهم وصل عند ال69 جنيه و91 قرش، يعني ما يقارب ال70 جنيه، وعمل لمسها وعمل ارتداد منها، ووصل لحد ال75 جنيه و90 قرش، ونزل تاني وعمل إغلاق عند سعر 74 جنيه ونص. طبعا السهم زي ما احنا شايفين قصادنا انه عمل لمس السعر 69 جنيه عند في شهر نوفمبر 23، وفي شهر ديسمبر 23، وفي التصحيحة الأخيرة في تاريخ 3 مارس 2024. طبعا السهم عمل صعود بنسبة 4.5%. طبعا من المتوقع ان هو يصعد لمستوى ال75 وبعديها لل77، وهينزل يعمل تصحيح الويفا، يمشي بشكل عرضي وينزل مثلا يلمس عند ال74 جنيه ونص، ويستكمل صعود لمستوى ال80 وال84 ونص. فطبعا اللي عايز يخش في السهم دوت يخش طبعا، بس طبعا زي ما احنا قلنا في الاول خالص، اللي احنا هنخش في السوق بجزء من السيولة، مش بكل السيولة، رغم ان في توقع ان الاسهم ان هي تعتبر كده خلصت تصحيح اغلبية الاسهم اللي في الماركت، لكن برضو بنقول ان الاحتياط واجب، وبلاش نخش بالسيولة كلها. طول ما هو عمال يطلع احنا بنزود مراكز فيه، بس احنا طبعا واخدين من بداية الصعود كده، احنا يعتبر اتأكدنا ان مرحلة التصحيح انتهت، وان هو هيبدأ في بداية الصعود ان شاء الله، ونخفف المراكز بحيث ان احنا ما نخشش بكل السيولة. ده بالنسبة للسهم البنك التجاري الدولي. طبعا المقاومات على الترتيب، ان شاء الله هتبقى في مقاومة عند 77، وهيعمل تصحيح من تحتيها، وهينزل لمستوى او هيلمس مستوى ال74 ونص، وهيمشي بشكل عرضي، وهيطلع بعد كده للمقاومة التانية اللي هي عند 80 جنيه، والمقاومة التالتة عند 84 جنيه وربع، وإن شاء الله ممكن يصل ل90 جنيه. ده اللي احنا بنرغب فيه، بس احنا هنمشي في الثلاث مستهدفات الأولانيين دول لغاية ما نشوف اتجاه السوق والمؤشر العام بشكل عام. طبعا انا عايزك تحفظ الشكل ده جدا، لان انا هوريك الشكل ده بنفس الطريقة وبنفس الرسمة اللي مرسومة، بس في سهم حديد عز. طبعا سهم حديد عز طبعا هو نفس الشكل، يعني انا غيرت اهو. انت شايف ايه؟ نفس حركة الويفا، بنفس حركة المؤشر، بنفس القصة كلها. طب ده ان ده اللي يدل عن ايه؟ ده يدل ان هو نفس المضارب اللي داخل بيحرك حديد عز، هو نفسه بتاع بنك التجاري الدولي. بس اللي يفرق بقى هنا ان بنك ان حديد عز هو سابق، يعني هو عمل لمس السعر عند 72 جنيه ونص، وعمل ارتدادة كانت يوم الخميس 29 فبراير. عمل صعود بنسبة 9.5%، وعمل تصحيحة صغيرة نزل بنسبة 2%، واستكمل صعود النهاردة بنسبة 3.5%. فإن شاء الله ممكن البنك التجاري الدولي يعمل نفس الشكل اللي احنا شايفينه النهاردة دوت. طبعا ده احنا ناخد المؤشر العام بتاع البنك التجاري الدولي، هو حديد عز، يعني هو حركة المؤشر في الحديد عز هي هتلاقيها نفس الصورة بتاعت البنك التجاري الدولي. ان شاء الله هتبقى في مقاومة عند سعر 85 جنيه 47 قرش. دي المقاومة الأولانية،
وإن شاء الله ممكن يعمل تصحيحة ويعمل هيلمس السعر 79 جنيه. يعني بعد ما هيوصل للمقاومة الأولانية ممكن يعمل نزول ويلمس 79 جنيه أو 78 جنيه، ويستكمل صعود للمقاومة اللي بعديها عند سعر 88 جنيه، إلى أن يصل إلى 90 جنيه. طبعا زي ما قلنا برضو اللي انت عايز تنوع المحفظة، طبعا انت داخل في قطاع البنوك، ده اللي انا برشحه سهم البنك التجاري الدولي، وبرشح سهم في المقاولات حديد عز. طبعا انت كده طالع يعتبر في اول الصعود، بس هو حديد عز هو سابق بجلستين، بس برضو من تنويع المحفظة الاستثمارية ده شيء مطلوب جدا بالذات في الفترة اللي احنا فيها ديت. وبرضو الدخول بالسيولة يكون بحذر. وفي ان شاء الله سهمين تانيين هنشرحهم، سهم بنك ابو ظبي الاسلامي، وبنك التعمير والاسكان. طبعا بنك التعمير والاسكان دوت نازل عليه توصية من رامبل، وبنك ان شاء الله ليه مستهدفات بعيدة، وحتى احنا شرحنا في الفيديو اللي فات المستهدف في تحديث للمستهدفات لبنك التعمير والإسكان، كان نازل بتاريخ اليوم في منصة رامبل، واحنا أذعناه على القناة هنا. وإن شاء الله هنبدأ في تحليل بعض الأسهم اللي احنا شايفينها إن هي هتحقق صعود الفترة اللي جاية. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.